الاي اي الالجوريزمز والماثيماتيكال كونسبتس بتاعته ترجع للخمسينات من 1950. يعني الماث اللي هم مستخدمينه دي موديلز وحاجات موجوده من الخمسينات والستينات والسبعينات. في افيلابل هاردوير يعمل الماثيماتيكال كومبيوتيشنز اللي محتاجينها علشان نابلاي الماثيماتيكال موديلز اللي موجوده من الخمسينات، وهو دوت اللي موجود دلوقتي في الايه، في الجي بي يوز اللي موجوده الحديث. تمام. فدلوقتي بقى معانا الهاردوير اللي نقدر نعمل بيه الاي اي والتريننج. تاني حاجه ودي حاجه مهمه جدا، بقى عندنا الماسيف داتا سيتس، بقى عندنا البيج داتا، عندنا داتا اناف نقدر نعمل بيها تريننج. دي حاجه مهمه جدا. النيورال نتوركس اللي هنتكلم عليها دلوقتي محتاجه ماسيف داتا علشان تقدر تطلع انسايتس. الارقام دي ممكن تشوفها فين؟ يعني انا لو الارقام دي هي مش في ار اف سي ولا في وايت بيبر، الحاجات دي موجوده في سلايدز من انفيديا في كل ايفنت بياكدوا عليها. يعني في اي ايفنت موجود في انفيديا سواء جي دي سي او الايفنت اللي هي بتاع المصري اللي بيعملوها، كل مره يقول لك انا الكارت ده في كام بيتا فلوبس وعلى انهي بيرسيشنز. يعني هو 80 ملي سكند رسم صوره قصاد الناحيه الثانيه السي بي يو شغال باقصى قوه ليه، بالعافيه عارف يرسم سمايلي فيس. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم متابعي تركو بايتس بالعربي. بسوم، ايه الاخبار؟ محمد وحشني والله، ايه الاخبار؟ طمنا عليك. كله تمام الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. كنا وعدنا المتابعين المره اللي فاتت ان احنا هندخل على طول في موضوع الاي اي ريدي داتا سنتر، بس صراحه واحنا بنحضر الحلقه لقينا ان في مجموعه كبيره جدا 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 من الترمينولوجيز ومن المصطلحات ومن الكونسبتس محتاجين ان احنا نجو ثرو ات. يعني في حاجه كده ممكن نقدر نقول ايه، ان هي كراش كورس سريع نجو ثرو الكونسبتس دي، علشان لما نيجي نتكلم في موضوع الاي اي ريدي داتا سنتر باذن الله نكون عندنا كده بيز جراوند بانيين عليها باذن الله، ويبقى في كومن اندرستاندينج لكل المصطلحات والترمينولوجيز دي باذن الله. بس قبل بقى ما ندخل في الحلقه كده، في خبر كده حصل الاسبوع اللي فات قلب الدنيا. قلب الدنيا لدرجه انه خلى واحد وصل للنص تريليون دولار كثروه، يعني ما شاء الله يعني. ايه بقى الخبر يا باسم؟ هتقول لي الواحد مين ده؟ ايلون ماسك. يعني هو مفيش طبعا غيره، يعني هو الوحيد اللي عنده الارقام مين اللي الكبيره ده. قرب، مين اللي قرب من الرقم دوت اصلا؟ الفكره ان هو عمال بيطلع بالسكيل بطريقه غريبه، او عمال بيطلع بالسكيل بتاع الداتا سنتر بتاعته بطريقه مش طبيعيه. يعني هو كان عنده الاول داتا سنتر الاولانيه اسمها كوليسيس 1. تمام. دي اللي اتدرب عليها موديل مشهور يعني الى حد ما، يعني مشهور مش مشهور قوي يعني، صح. اسمه جروك 4. تمام. الموديل ده اتدرب على داتا سنتر اسمها كوليسيس 1، ودي كان فيها حوالي 200 الف جي بي يو. كانت الباور كونسبشن بتاعتها بتتكلم في 300 ميجا وات. مش عارف اقول لك هي سكيل بتاعها كبير سكيل صغير، بس هي سكيل محترم لحد دلوقتي يعني. الفكره بقى ان الاسبوع اللي 300 فات 300 ميجا وات 300 ميجا ميجا وات. وات 300 300 ما ميجا شاء وات. الله. طبعا الارقام دي في الاي اي داتا سنتر احنا هنلاقيها عاديه دلوقتي. يعني زمان احنا زي ما قلنا في الانترو، انت بتتكلم في ال 10 15 ميجا وات، دلوقتي انت بتتكلم من اول 100 ميجا وات. فهو اول داتا سنتر عنده 300 ميجا وات. تمام. دي اللي كانت عنده فيها 200 الف جي بي. الاسبوع اللي فات بقى يعني بدأ، او يعني هو بقى له يعني من شهر مارس اللي فات بيبني في داتا سنتر تانية اسمها كوليسيس 2. دي متوقع ان يوصل فيها 500 الف جي بي يو. ده فيز 1. فيز ما شاء 2 الله. هيخليها مليون جي بي يو. ومش اي جي بي يو، جي بي يو كده فيرجن معينه كده من انفيديا. اخر جي بي يو نزل اللي هو جي بي 200، ده اصلا بيبقى جاي 1 سي بي يو مع 2 جي بي يو مع بعض، حاجه اسمها سوبر شيب. فدي احدث جي بي يو موجوده، هيوصل رقمها لمليون جي بي يو. مش بس يعني كده، هو بدأ هو في مارس اللي فات، شهر 3 اللي فات، واحنا دلوقتي في بالظبط شهر 10 عمل لونش للداتا سنتر. يعني هي الفيز الاولانيه منها خلصت، هي فيها حوالي 200 ميجا وات، مم. وهيبدا يشيب فيها 500 الف جي بي. متوقع 2027 توصل لمليون جي بي. دي حاليا واو. اكبر اي اي راديو داتا سنتر موجوده في العالم. يعني حتى ايفن اللي هي الستار جيت اللي اتكلمنا فيها المره اللي فاتت بتاعت اوبن اي اي واوراكل وسوفت بانك، دي لسه في المراحل اللونش الاولانيه بتاعتها. هو هنا المره دي بيتكلم على حاجه في الواقع فعلا حقيقي، هيوصل على اخر السنه دي ل 500,000، وعلى كمان سنه او اتنين هيضاعفهم يخليهم مليون جي بي يو. رقم كبير يعني رقم ايلون بكل ماسك يعني السكيلز وبكل رجل افعال لا اقوال، ما شاء الله عليه. هو الناس تقعد يعني تتكلم مش وتعمل طبيعي. مؤتمرات وكده، هو ما بيطلعش. هو بيطلع على طول بالايه، بالخبر حاجه معينه عملها ما حدش داري عنها، وهوب وبسكيلز مره واحده يعني هي. رهيب رهيب. طيب ده هيجيبنا بقى النقطة مهمة بقى يا باسم. يعني انت قلت دلوقتي بنتكلم في الماجنتيود بتاع 500 ألف جي بي يو ومليون جي بي يو.
طب ليه جي بي يو؟ ليه مش سي بي يو بقى؟ السي بي يو اثر معانا في ايه يعني؟ ليه ده الكلام دلوقتي ده كله جي ده بي يو ده جي بي سؤال. يو؟ صح. بص، هو ده طبعا ايه ترم كده اتخبط في الناس مره واحده. هو ليه جي بي يو دلوقتي في التريننج؟ يعني ليه الناس كلها صح بتتكلم؟ وليه مره واحده انفيديا بقت هي رقم واحد في الشركات؟ وليه دايما عندنا مشاكل صح كبيره ان احنا نتشيب الجي بي يو بتاعتهم والارقام بتاعتهم سام طبعا طلع بطريقه غريبه يعني. فليه جي بي يو؟ بص، هو الجي بي يو في الاول حتى جاي من اسمه كده، جرافيكال بروسيسنج يونت، كان معمول لهدف واحد بس، مم. جرافيك بروسيس، يعني صح مش اكتر من كده خالص، يعمل جرافيك، يعني يعمل بروسيسنج للجرافيك، مش اكتر من كده. خلينا مثلا نقول حاجه زي جيمز مثلا، يعني حاول مثلا تايتل هي ممكن تبقى قديمه شويه، يعني سامحني لو انا قديم شويه، كول اوف ديوتي او فول اوت، جيمز مشهوره وتتلعب مثلا على ريزوليوشن 4K، تمام، وقول لي انت هتلعب مثلا عليها 60 فريم بير سكند، يعني مهم. هي الجيم نفسها هتلعبها 4K الريزوليوشن بتاعتها، وهتعملها الفريم بير سكند بتاعتها 60 فريم. اوكي. فبحسبة ما كده في الاخر هتضرب الارقام دي كلها مع بعضها، هتكتشف ان انت محتاج 500 مليون بيكسل يظهروا عندك في الشاشه في الثانيه الواحده، 60 فريم بير سكند، فويكأن 500 الفريم مليون 4K. اوبريشن بير سكند، لان كل بيكسل بيترندر بطريقه معينه، فدي كل دي اوبريشنز في نفس الوقت. والله هي دي كلمه حلوه، بس انا كان نفسي اقول لك ان هي دي صح، لا، ها. هي ال 500 مليون ده الرو بيكسل من غير اي اوبريشن عليها، يعني اوكي. دي كده 500 مليون بيكسل فاضيين، مم. لسه هيتعمل عليهم من 100 ل 200 عمليه لكل بيكسل واحده فيهم، عشان بس تحط الاضاءه بتاعتها، الشادوينج، اللايتنج، واو. الحاجات اللي هي الزياده دي. فلو هنتكلم متوسط 200 عمليه لكل بيكسل في 500 مليون 500 بيكسل، مليون بيكسل. فبتتكلم في 10 مليار عمليه لازم تتعمل في ثانيه الواحده. رقم مرعب، يعني رقم ما ينفعش سي بي يو النهارده يعمله. وايفن حتى لو في سي بي يو بيقدر يعمله النهارده، هيعمله بطريقه غريبه شويه كده، اللي هي ايه، هيعمل البكسل الاولانيه، بعد كده البكسل الثانيه، البكسل الثالثه، البكسل الرابعه، مم. لحد ما يخلص ال 10 ال 500 مليون بكسل دول. مم. حاجه مش عمليه في الجيمنج، يعني في الجيمنج انت محتاج الحاجه البكسل دي كلها تظهر مره واحده عندك في الشاشه، صح تبقى صح. مره واحده كده موجوده عندك في الشاشه. عشان كده في هاردوير تاني خالص اتعمل للموضوع ده، اللي هو الجي مم. بي يو. تمام. فده ممكن إجابة سؤالك، هو ليه الجي بي يو مش السي بي يو؟ مم. بكلمة تانية أو بطريقة تانية، الجي بي يو متخصص قوي في حتة البارل اوبريشن، مم. هو متخصص إن يعمل لك ال 10 مليار اوبريشن دول في نفس الوقت. all at once. ليه؟ ل- لأن هو معتمد على كونسبت واحد، إن أنت عشان أرندر أول بيكسل، بيكسل 1، مم. مش لازم ارندر البيكسل رقم 500، او بيكسل رقم مم. 500 مش معتمد على البيكسل رقم 1، مم. كل واحده منهم مختلفه تماما عن التاني. فانا صحيح ممكن صحيح. يعني يبقى عندي مثلا كور شغال على بيكسل 1، عندي كور تاني شغال على بيكسل 500، عندي كور تاني شغال على بيكسل 3000، وهكذا. وفي الاخر هم بيبانوا لليوزر ان هم مره واحده. مم. حاجه تانية مثلا، انت عارف السي بي يو هو بيتفهم اكتر، او بيتقال عليه اكتر في كونتكست السيريال اوبريشن، يعني عندي اوبريشن ورا بعضها عايزه مم. تخلص، يعني اوبريشن تخلص تسلم اللي بعدها، اوبريشن تخلص مم. تسلم اللي بعدها. sequential كده. مثال، سيكونشال، يعني مش بارل بقى، سيكونشال. صح. السي بي يو مثلا، انت متخيل حاجه زي الكروم، يعني براوزر زي مم. كروم مثلا، لو انت عملت كليك عليه على اللابتوب بتاعك، فهو عشان يعمل لونش كده ويظهر قدامك، بتحصل حوالي من 100 ل 150 مليون عمليه على السي بي يو في نفس الوقت، مش سوري، مش في نفس مم. الوقت، ورا بعض. اها يعني اوكي. السي بي يو بيروح يكلم الهارد ديسك، هات الباينري بتاعت كروم، صح. يعمل لها لود في الميموري، افتح التاب، اليوزر ده قفل اخر سيشن بتاعته مظبوط ولا نعمل لود لاخر تابس، مم. وهكذا. دي صح. اوبريشن لو واحده ترانزاكشنز منهم فيلت، ترانزاكشنز، حاجه رايحه وحاجه جايه، حاجه رايحه وحاجه بتسلم جايه. صح. مم. تمام. بتسلم بعضها، كل حاجه بتسلم بعضها، لو حاجه فيلت بالتالي اللي بعده هيفيل، مم. تمام. صح. دي طريقه عمل السي بي يو. الجي بي يو لا، الجي بي يو هو في الاخر معتمد ان هو كل حاجه بتظهر مع بعضها مره مم. واحده. كان في فيديو كده من 20 سنه مثلا، حاجه زي كده، قديم شويه كده، بس هو بيبين لك اول صوره بتاعت فرق ما بين السي بي يو والجي بي يو. يعني هم جابوا بتاع حوالي 1000 جي بي يو، او مم. جي بي يو ب 1000 كور يعني، مم. وكل كور متوصل ببايب او ببينت مم. بول عليها لون او مم. فيها الوان، مم. مم. وطلبوا منه مقارنه بالسي بي يو ان هو يرسم صوره. مم. فالسي بي يو عشان شغال بطريقه السيكويتشر، فماشي بالطريقه مم. اللي بقول لك عليها، هسيب الفيديو كده صح. في لينك تحت في كأنها الديسكربشن، بيكسل او بيكسل احطه في بيرسم بيكسل 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 ممكن. بيكسل بيكسل بيكسل. صح. وفي الاخر رسم سمايل فيس، يعني قعد بتاع حوالي 10 ثواني عشان يرسم نقطه 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 صح لحد ما رسم السمايل فيس. صح. الناحيه التانيه الجي بي يو هو يعني فيديو فعلا لازم يتشاف، يعني هو مهما اوصفه لك على يعني. فكرة هو ال- رسم ال- الموناليزا وقتها تقريبا. الموناليزا، يعني أيوة. ورسمها بريزوليوشن حلو، يعني صح بالوان صح 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 و- صح. و- وفي كام 80 ملي ها. سكند، يعني هو مم. 80 ملي سكند رسم صوره،
قصاد الناحيه صح، التانيه السي بي يو شغال باقصى قوه ليه، بالعافيه عارف يرسم سمايلي فيس. ففرق صح، كبير صح، قوي صح، طبعا ما بين الاثنين، يعني ما بقولش طبعا السي بي يو او الجي بي يو افضل، بس كل واحد منهم ليه نطاق معين من العمليات صح، لازم يشتغل صح، عليها. صح. فيبقى إحنا كده الconclusion بتاعنا إن الCPU ده بيستخدم في الcomplex operations اللي فيها reasoning، فيها if then كده، بالظبط. محتاجة core قوي بس transactional، في حاجات فيها sequential، في حاجات فيها sequence. سيريال الGPU ورا بعضها تمام. بالضبط، الGPU عمليات كتيرة جدًا، 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 mathematical operations كتيرة صح parallel، في parallelism في الموضوع، مش محتاج باور كبير علشان يعمل الmathematical operations ديّة، هو محتاج operations كتير in parallel، محتاج cores كتيرة تشتغل in parallel، مش شرط إن هي تبقى صح powerful، المهم إن هي تبقى كتيرة. صح. وانت عارف ايه الاوبريشن اللي بيعملها ايه؟ يعني ابسط إمم، اوبريشن في الدنيا، يعني اوبريشن بتاعت صح، يعني ثالثه ابتدائي، ضرب صح، ارقام وجمع ارقام، مش اكتر من كده. صح، يعني هو صح، ده الهدف الوحيد اللي بيعمله، او الحاجه الاوبريشن الوحيده اللي بيعملها الجي بي يو. عنده صح، ارقام كتيره بيضربها صح، في بعض ويجمع ياخد متوسط، ارقام كتيره يضرب يجمع ياخد متوسط، وهكذا. إمم، وه... وهو ده اساس الجيمنج، يعني هو الجيمنج ريندرنج اصلا معتمد على ارقام يعني. إمم، ونفس الكلام سام هاو، وده الحظ بتاع انفيديا بقى اللي ضرب معاهم جامد، صح، ان الاي اي إمم، تريننج هو نفس الموضوع. عندي صح، ارقام صح، كتيره قوي، عايز صح، اضربها في بعض، عايز اجمعها على صح، بعض، اخد صح، متوسطات، وهكذا بروسيس ورا بعضها. عشان بس برضه تكمل إمم، العمليه، جوجل عندها إمم، حاجه تانية اسمها التي بي يو، صح، تنسور بروسيسنج يونت. تمام. وده التيبيكال هو الجي بي يو، مفيش فيه اي صح، اختلاف، بس جوجل هي اللي عاملاه بالاسكس بتاعتها، لكن هو ما بيعملش ريندرنج للجرافيك. يعني هو الجي بي يو ده إمم، حاجه جنرال بيربس شويه، صح، ممكن تستخدمه في الجرافيك في الجيمنج، وممكن تستخدمه في الاي اي تريننج. جوجل من دي 1 هي بتقول انا هعمل عندي حاجه اسمها تي بي يو، تنسور بروسيسنج يونت، كل مهمته انه يعمل الماتريكس مالتيبيكيشن، اضرب ارقام صح. في بعضها. ده كانوا وهو ده اللي عاملينه اتدرب عليه جيميناي، specifically ليهم هم. أيوه بالضبط، علشان اي Gemini، اي تريننج. وعلشان قبل كده كمان الdeep neural networks اللي بيستخدموها في صح. الsearch engines بتاعتهم أصلًا. بالظبط. يعني هم طبعا جوجل من زمان يعني واخدين سكه يعني الاي اي والاي اي تريننج ده، بس طبعا ما كانوش يعني ما كانوش بالماسيف سكيل اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. فهم كان صح، من دي 1 عندهم الهاردوير بتاعهم اللي هو اسمه صح، تي بي يو. صح، فعشان بس لو حد كان بيدور في الاي اي تريننج عامه ولقى التو ترم، الجي بي إمم، يو ده الجنرال بيربس، حاجه كده عامه كانت إمم، اصلا معموله للجرافيك، وحاليا صح، بتستخدم في اي اي تريننج. والليدنج إمم، الشركه الليدنج دلوقتي فيها هي انفيديا طبعا. إمم، صح، التي بي يو نفس إمم، الاوبريشن في الاخر بس إمم، لجوجل. صح. وهو غالبا اعتقد مش موجود غير في جوجل كلاود، يعني هو يعني ما اعتقدش انت ممكن تشتريه، يعني لا، لأ، يعني لأ، ده لأ، حاجه مش بتاجرها في جوجل كلاود نفسها يعني. بالضبط، 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 صحيح، صحيح، صحيح. فحاجه سبيسيفيك لجوجل. دي برضو دي الشركه الوحيده اللي موجوده. لا، كان في شركات زمان برضو زي انتل مثلا حاولت تعمل حاجه كده هجينه شويه ما بين إمم، السي بي يو والجي بي يو، اسمها إمم، انتل زيون 5 2010 2011، بس طبعا البروجكت فشل تماما. يعني هم كانوا عاملين حاجه زي تشيبايه كان فيها حوالي 80 كور، 70 او 80 كور، وحاولوا يقدموها كحاجه هجينه ما بين السي بي يو والجي بي يو. طبعا الموضوع فشل، يعني لا هو صح. لا انت لا منك سي منّه بي يو CPU بتعمل ولا منّه اوبريشن GPU. كومبلكس، ولا جي بي يو صح. حاجه مديوكر قوي، فاللي هو طبعا فشل يعني. فجي بي يو قولا واحدا بيستخدم في الحاجات الباراليل بروسيسنج، والبروسيسنج ده يبقى على اوبريشن بسيطه سيمبل مش حلو، كومبلكس. تمام. الارقام كام؟ عشان برضه لو حد مهتم يعرف الارقام بتاعت ده وده كام. السي بي يو انت بتتكلم مثلا في 64 كور، 128 كور، 256 كور لو انت يعني حاجه كبيره شويه في السيرفر. الجي بي يو انت بتتكلم في 270 الف كور. واو! فمفيش مقارنه خالص ما بين الاثنين. واحد بتتكلم 256 كور اقصى حاجه مثلا موجوده، التاني بتتكلم في 270 الف كور. رقم إمم، يعني ما بعيد خالص. بس الكور نفسه زي ما انت بتقول هو بسيط، يعني الكور ما بيعملش إمم، كومبلكس اوبريشن، ضرب صح، جمع متوسط مش صح، اكتر من كده. ممتاز. فده كده ملخص السؤال ده بين ليه بين الاثنين. في حاجه بقى مهمه، هو احنا بنقيس قدره الجي بي يو ازاي؟ يعني انا صح، دلوقتي ما بقتش قادر اقارن ما بين السي بي يو والجي بي يو في القدره. يعني ما بقاش اقول مثلا ان ده الكور بتاعته قد كده وده الكور بتاعته قد كده، او ده إمم، السرعه بتاعته كذا وده السرعه بتاعته كذا. إمم، مفيش مقارنه، يعني ده في مجال وده في مجال تاني. صح. فعشان كده في وحده موجوده النهارده اسمها فلوبس. تمام. اختصار flops. لكلمه حلو. فلوبس، اف ال إمم، او بي اس، إمم، فلوتنج بوينت اوبريشنز بير سكند. أوكي. ودي اللي بتعمل بالظبط اللي احنا بنقول عليه، إمم، بتقيس قدره الهاردوير او الشيب اللي في ايديا دي ان هي تضرب او تعمل عمليات ماثيماتيكال اوبريشن على ارقام عشريه، على فلوتنج بوينت، فلوتنج بوينت أوكي. اوبريشن بير سكند.
عارف عامله ايه يا محمد؟ يعني عامله زي ان انت مثلا بتقيس سرعه النت، يعني انت بتقيسها ازاي؟ مم. ميجا بت بير سكند، جيجا بت بير صح سكند، تيرا بت بير صح. سكند. ففي برضه فلوبس، في حاجه دي اسمها كأنها الجيجا فلوبس، mathematical operation per second. بتقيس قوه الشيبس بقى. يعني هي الشيب مم. دي اللي في ايدك اللي هي اسمها الجي بي مم. يو، مم. بتعرف تعمل كام عمليه ضرب وقسمه وجمع ومتوسط مم. لارقام عشريه في الثانيه الواحده. تمام. فعشان كده هي اسمها الفلوبس دي، وهي واحده قديمه، يعني هي واحده مش حاجه مم. مثلا معموله للجي بي يو تحديدا. مم. هي واحده من السبعينات موجوده بتقيس بيها صح قدره السوبر كمبيوترز. صح. فهي النهارده بيستخدموها في الجي بي يو. حاجه مثلا لو تتكلم على بلاي ستيشن 5، يعني لو هناخد حاجه في الجيمنج برضه، مم. مركز في الجيمنج. صح. حاجه في الجيمنج مثلا البلاي ستيشن 5، انت بتتكلم قدرته الفلوبس بتاعته 10 تيرا فلوبس. يعني الراجل ده أوكي. يقدر يعمل ريندرنج. يعني لو ناخد مثال اللي احنا بنتكلم عليه ان احنا محتاجين 100 مليار عمليه، تمام، مم. يقدر يعمل 100 عمليه من العمليات دي، لانه يعمل 10 أوكي. تيرا 10 تيرا فلوبس. واحنا أوكي. محتاجين 100 مليار فلوبس او 100 مم. مليار اوبريشن. فده 10 تيرا، فيقدر يعمل 100 عمليه منها. رقم أكيد. كويس يعني، مش مم. وحش يعني. كويس بس لما بالنسبة تيجي بقى للجيمنج ليفل الجي بي يو، ستيشن في الآخر يعني. لما تيجي بقى لليفل الاي اي، لا انت بتتكلم آه. بقى، سيبك بقى من التيرا فلوبس خالص دي، احنا مم. بنتكلم بقى في ال1000 تيرا. ال1000 أها. تيرا اسمها البيتا فلوبس. أوكي. وده الليفل الاعلى بقى شويه ده. في مم. طبعا ليفل اعلى بقى منهم اللي هو الاكسا فلوبس، اللي هو 1000 مم. بيتا فلوبس. بس مم. يعني هو ده مش موجود حاليا غير في الهاي، مم. في الاتش بي سي يعني، في الهاي مم. بيرفورمانس كومبيوت. مش مم. ملوش معنى قوي دلوقتي النهارده في الجي بي يوز يعني. فاحنا في الجي بي يو مم. دي بنتكلم او نقيس قدرته ازاي؟ مم. بالبيتا فلوبس، بال1000 أوكي. تيرا. تمام. ممتاز. لو هناخد برضو ارقام تاني، لو نرجع للتريتوري بتاعت الارقام، ال اتش 100 من انفيديا مم. بيتقاس باربعه بيتا فلوبس. الجي بي يو اللي هو نوع اتش أوكي. 100 4 بيتا مم. فلوبس. أوكي. البي 200 السيريز الجديده اللي هي نازله 2025 بتتقاس بتسعه بيتا فلوبس. أوكي. فاعتقد فإحنا اكتر مثلا من الدبل ال كمان من اتش H100 100 يعني. مثلا كأنه أقوى من الجي بي يوز اللي في البلاي ستيشن ب 400 مرة، يعني والبي مثلا 200 حاجه مثلا ب 900 مرة مثلا. وده بالظبط، جي بي يعني يو اضرب بقى في واحد في اتنين. الداتا سنتر، وده جي بي يو واحد في الداتا سنتر اللي صح بتعمل صح صح. التريننج في الآخر. اللي احنا كنا صح. بنتكلم ان ايلون ماسك هيعمل منها مليون، مليون فتخيل بقى بقى كام بيتا فلوبس يعني. اعتقد الارقام بقت فيها اصفار كتير قوي، فمش هينفع نحسب اكتر من صح كده. صح 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 صح. بس يعني فملخص ممتاز كلامنا، ممتاز. الجي بي يو اهم من السي بي يو في جزئيه التريننج، نتيجه ان هو البارل بروسيسنج بتاعه. صح. والبروسيسنج بتاعه بيعتمد على حاجه واحده: ضرب ارقام عشريه، جمع ارقام عشريه، متوسطه ارقام عشريه. وقدرته بتقاس بوحده اسمها الفلوبس، وبنتكلم في البيتا فلوبس اللي هي 1000 تيرا فلوبس. تمام. أوكي. ممتاز. وعشان برضو اكون دقيق في الحته دي، هي الفلوبس هنا لازم اعرف هي انا بقيس على انهي برسيشن. مم. يعني ايه صح. الكلمه دي؟ هو انا لما بقول مثلا ان الاتش 100 في انفيديا هو 4 بيتا فلوبس، او البي 200 هو 9 بيتا فلوبس، الحسبه دي اتحسبت على انهي برسيشن، على انهي مم. رقم عشري. الرقم مم. العشري زي ما انت عارف هو 0 بوينت، بعد كده ارقام كتيره وراه. صح. على حسب طول الارقام دي كلها انا بقيس مم. قدرتي الحسابيه. كل ما مم. الرقم ده ما بيزيد، كل ما ده معناه باخد مكان في الميموري اكبر، كل معناه ان انا باخد وقت اكبر عشان اضرب اجمع الارقام دي. طب أوكي. لو الرقم ده قل، يعني ممتاز. مثلا لو بتكلم ايه مم. 0.1234، اربع مم. ارقام بس ورا ورا أربع العلامه أرقام. العشريه، مم. سهل ان انا اضربها في رقم تاني. بس لو 20 30 رقم عشري مم. ورا الرقم صح. ورا العلامه العشريه، هيبقى هتاخد وقت اكبر. فدي اوبريشن بنسميها كومبلكس البرسيشنز. ومحتاجه ميموري كبيره كمان علشان تستور كل الداتا ميموري دي كبيره. بالبريسيشن دوت. حلو. والميموري هنا اللي احنا بنتكلم عليها مش ميموري بتاعت السيرفر، يعني مم. السيرفر نفسه ليه الميموري بتاعته وليه السي بي يو، صح والجي بي يو ليه الميموري بتاعه. يعني الجي بي يو صح. ليه ميموري منفصله تماما عن السي بي يو. تمام، اللي هي اللي هي بيسموها اللي الفي رام بيسموها او الاتش او بي ام، الهاي باندويث ميموري ديت الاتش بي ام. الهاي باندوث ميموري بالظبط كده. اوكي. دي تمام. ميموري منفصله تماما عن السي بي يو عشان مم. ما حدش يختلط عليه الامر. يعني في ميموري صح. للسيرفر نفسه، وفي ميموري للجي بي يو برضه، ده لوحده تمام. تمام تمام. فالبرسيشن بتاعنا كان زمان مم. بيتقاس مثلا بال 64. يعني احنا بنقول مثلا مم. ان احنا عندنا اف بي 64، معناها مم. ان انا بستور او انا بخزن الرقم العشري ده في كام بقى؟ في 4 بايت، او 4 مم. في 8 كده، 8 بايت. اه 8 بايت. بقطع على لو الحته. 8 يبقى 8 في 8 ب 64 مثلا، ده لو مثلا اف بي اه مثلا 64 مثلا. لو انا مثلا هتكلم ان هي بستور الرقم العشري بتاعي كام، فانا مم. مثلا اف بي 64، فانا بستور في مم. 8 بايت. صح.
8 في 8 ب 64، ده اف بي 64، وده رقم كبير قوي يعني. ده ما بيستخدمش في صح. الغنائي الحاجات اللي هي ايه، حسابات الطقس، التجارب النوويه، حاجة الفيزيكال، البريسيشن العالي ده الفيزيكس. حقيقي فارق فيها يعني. دقيق جدا، حاجه مم. رقم يعني انت بتوصل لحد 20 او 25 رقم عشري بعد مم. العلامه العشريه، يعني رقم صح. كبير يعني انت عشان صح. تستوره، ده رقم مم. كبير. مم. اللي بعده او الاقل منه دقه اسمه الاف بي 32، النص على طول مم. بالظبط يعني، هو مم. بياخد رقم اقل شويه من حلو. التاني او النص بالظبط يعني. مم. وهنا ساعتها انا بنزل بالاكيرسي، بس مش بنزل بيها بالنص، لانهم مم. اكتشفوا بعد كده ان الموضوع مش لينير. مش معنى ان مم. انا بنزل بالاكيرسي النص، او انا بنزل بالستورج البرسيشن. بتاعتي اللي النص، اه البرسيشن نص، معناها ان انا هاخد بنالتي على طول على الموديل بتاعي، واقول ان انا دلوقتي الاكيرسي بتاعتي نزلت نص. لا خالص، ده صح. اكتشفوا ان صح. انت لما صح. بتنزل ما بتنزلش الموضوع لينير قوي يعني، هو لا بتفقد جزء من الاكيرسي طبعا، ده مم. اساسي يعني، بس مش النص على طول. لكن قصاد صح. كده بتكسب ايه؟ سرعه صح. وستورج اقل في ناحيه الميموري، انك انت ما بتستورش الفاليو الكبيره دي كلها في 8 بايت، مش صح. سهله يعني. صح. ممكن صح. نستورها في صح. 4 بايت، دي الاف بي 32. مظبوط. مم. تمام. ودي المودلز اللي اتدربت عليها نقدر نقول شات جي بي تي، يعني في الاوائل، يعني اوائل التريننج، شات جي بي تي اتدرب على اف بي 32 واف بي 16. ده بقى البرسيشن اوكي. اللي بعده كمان، هما مم. كان ميكس ما بين الاثنين، ميكس ما بين صح. البرسيشنز دي. مم. اتدرب على ال 16 برضه، ال مم. 16 نص ال 32 اللي هي الاف مم. بي 16. تمام. صح. انا برضو عمال انزل النص، يعني عمال انزل مم. رقم، عمال انزل بالبرسيشن بتاعت النص، بس ما بفقدش الاكيرسي بالطريقه الكبيره دي. صح. وبيبقى فدي حسب برضو لو الابلكيشن وحسب الفيز اللي انت فيها في التريننج. في ساعات بالظبط. محتاج ان انت تطلع لاكيورسي عاليه او بريسيشن عالي. طبعا يعني صح. هنا اكيورسي غير بريسيشن، يعني احنا احنا بنتكلم على البريسيشن عمال دلوقتي بتعمل بتاع صح. المالتيبليكيشنز. البريسيشن دوت ادابتفلي، يعني في ادابتيف مود كده بيقدر يطلع ما بين ينزل من 32 لل 8 للي يطلع ل 64 بالظبط. 16 حسب ما هو ايه محتاج في التريننج فيز بالظبط. اللي هو فيها. تمام. طيب انا بالظبط، كان يعني انا عندي مش محتاج سؤال البرسيشن باسم، عاليه دي. علشان في الحته اللي بتاعت اللي هي الميموري، كنا احنا بنتكلم على موضوع الميموري بتاعت السيرفر ذات نفسه وفي الجي بي يو. لو الجي بي يو هيكلم الميموري بتاعت السيرفر، هل هو بيعدي على الكيرنل بتاع السيرفر ولا اوكي. بيحصل دايركت كوميونيكيشن؟ الميموري بتاعت السيرفر مش الميموري الاتش بي ام اللي اون شيب اللي جنب الجي بي يو. صح، يعني لا هو ما بيحتاجش ان هو يعمل اللفه الطويله دي عشان امم. يكمل، لان هو مش عايز بوتل نيك في النص. يعني هو امم. بالنسبه له السي بي يو والميموري والبي سي ايز، البي سي ايز دي اللينكس اللي بتربط ما بين السي بي يو والكاشز والميموري وكل حلو. السيستم ده كله، هي دي كلها بالنسبه له يعني بتعمل له بوتل نيك ديلي. صح. صح. فهو لازم يضمن ان هو لما يحتاج داتا من مكان ما، امم. بيحتاج مثلا يلود باتش، وهنعرف يعني ايه كلمه امم. باتش دي قدام ان شاء الله في التريننج، امم. او يلود امم. حاجه معينه من الميموري، ما يضطرش يكلم السي بي يو يعمل انتربت ياخد الميموري يتنقله مثلا بسكيدول معين. لا انا عايز لما صح. احتاج حاجه تيجي لي في وقتها. فعشان كده انفيديا في الجي بيز بتاعتها عامله ديزاين للينكس معينه، سبيسيفيك امم. لينك ما امم. بين الجي بي يو امم. كبروسيسنج يونت مسؤول عن التريننج، والمكان الاستورج اللي بتلود منه الداتا، اللي هو ساعتها هنا اوكي. اسمه الاتش بي ام ميموري. تمام. اوكي. بتلود الداتا دي عندها على طول بارقام كبيره، يعني ممكن امم. توصل ل 800 جيجا بت بير سكند، اكبر امم. من اكبر بي سي اي موجود النهارده. صح. البي سي دي اي 5 لو ديليز انا فاكر بنتكلم صح في النانو 128 سكندز يعني، دلوقتي. تمام. ارقام صغيره جدا. يعني صح. صح. انا صح. البي سي اي 5 مثلا اللي هو اعلى ستاندرد النهارده موجود، مم. بتتكلم في 128 جيجا بت بير سكند، يعني يعني اقدر انقل ما بين السي بي يو والهارد اه ديسك، ما بين السي بي يو والرام اه الفيزيكال رام يعني، ب اه 128 جيجا. مم. الجي بي يو انت بتتكلم في 800 جيجا، يعني اللي اضرب هو انا في بتكلم 4 في ست 5 في 6، مثلا يعني في رقم اضعاف ولا كبير يعني. حاجه مثلا. اوكي بالظبط. اوكي ممتاز. ليه؟ هي فعلا انفيديا ماشيه بكونسبت، ايفن حتى تعرف فكرتني حتى في حاجه، مم. المودلز الجديده من انفيديا اللي هي الجي بي 200. الجي بي مم. 200 يعني في تو اه موديل، في البي 200 اوكي. مم. والجي بي 200. مم. الجي بي 200 ده جاي بالبروسيسور بتاعه، يعني هم كمان مش اوكي. معتمدين على البروسيسور بتاع السيرفر نفسه، هو جاي اه ببروسيسور مخصوص ليه، صح بحيث صح صح. يتجنب فكره انه يكلم اصلا البروسيسور بتاع السيرفر. ف اوكي اوكي اوكي. ميني كمبيوتر، ميني سوبر كمبيوتر جوه سوبر صح كمبيوتر صح ليتر، صح. ده الجي بي يو بالنسبه لي دلوقتي يعني. واو. طيب، من الواضح ان ف احنا في كلام كبير هيتقال الحلقات الجايه لسه. بلاش نحرق كل حاجه من دلوقتي. يعني خلينا زي ما اتفقنا كده، الحلقه ديت ايه كده يعني سلو على ستارت الهادي، كده. على ايوه الهادي. على الهادي، اه بالظبط بالظبط. طيب يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا ليه الجي بي يوز، اتكلمنا على اهم وحدات القياس اللي احنا نستخدمها،
سواء كان الفلوبس او الفلوبس البريسيشنز بالظبط. المختلفه. تمام. وموضوع الهاي بيرفورمانس ميموري او الهاي باندوث ميموري. تمام. ممتاز ممتاز. ممكن بس حاجه اخرانيه بس م- فكرتني برضو بيها والله، وانا ال الارقام دي ممكن تشوفها فين؟ يعني انا لو الارقام دي هي مش في ار اف سي ولا في وايت بيبرز، الحاجات اها. دي موجوده في سلايدز من انفيديا في كل ايفنت بياكدوا عليها. يعني في اي ايفنت م- موجود في انفيديا سواء جي دي سي او الايفنت اللي هي بتاع المصري اللي بيعملوها، كل مره يقول لك انا الكارت ده م. في كام بيتا فلوبس وعلى انهي بيرسيشنز. يعني اوكي هتلاقي، هحاول اوكي. كده احطها كده في الصوره كده موجوده ما في مكان ما تمام. هنا يعني، او حتى سيب اللينك بتاعها. هتلاقي مثلا سي او انفيديا طالع بيقول والله ان الاتش 100، سيبك من الاتش 100، الاتش مه. 100 بقى قديم يعني، البي مه. 200 مثلا او الجي بي 200 متدرب مثلا على 100 بيتا فلوبس، وال 100 مه. بيتا فلوبس دول هم على اف بي كام، على كام برسيشن. اوكي غالبا عشان اوكي. الماركتنج بيحاول يخليها اف بي 4 يعني عشان تلاقي رقم كبير قوي. مه. بس مه. هي الناس كلها فاهمه ان الاف بي 4 ده في منه الاف بي 8 والاف بي 16. اوكي ممتاز. فعشان كده هو دايما لازم يقول لك الرقمين دول مع بعض، كام بيتا فلوبس مه. مع انهي بيرسيشنز، دول دايما الرقمين لازم يكونوا موجودين. يبقى احنا سوفار كده احنا ان شاء الله اي ايفنت من الايفنتس اللي بيطلع جينسن هوانج فيها، الراجل اللي بيلبس جاكيت جلد دوت اللي واحد غالبا بس. هيحصل ايلون ماسك لا هو غالبا عنده 10 بس كلهم نفس الشكل. اه لما بيعرض بقى الجي بي يوز كده بالكاركترستكس بتاعتها كده ان شاء الله هنقدر ايه نفهم ويبقى عندنا سنس اكتر الجي بي يوز ديت باورفول، الارقام دي المقارنات ما معناها بينها ايه؟ الكلام ده. تمام ممتاز. بالظبط بالظبط. دي طيب كده سريعا احنا قصه الجي بي يو، التريننج بقى حلو بيعمل ازاي. حلو حلو حلو. كويس. احنا كل دوت يعني كل شرح الجي بي يو دوت علشان نريليته بقى بالحته بتاعت التريننج. طيب احنا قبل بس ما نتكلم في التريننج احنا بنتكلم في حته الاي اي. المشكله ان الاي اي دوت امبريلا كبيره، يعني احنا بنتكلم اي اي وبنتكلم ماشين ليرنينج وبنتكلم ديب ليرنينج وبنتكلم نيورال نتوركس وبنتكلم جنريتيف اي اي وبنتكلم ايجنتك اي اي. الكلام دوت عاوزين نحطه في كونتكست كده سريع يا باسم. تمام. فخلينا نخليها كده ايه بصوره في دقيقه واحده كده ان شاء الله. الاي اي يعتبر هو الامبريلا الكبيره، الامبريلا اللي بتجمع كل الكلام دوت. الاي على فكره الاي اي الالجوريزمز والماثيماتيكال كونسبتس بتاعته ترجع للخمسينات من 1950. يعني الماث اللي هم مستخدمينه دي موديلز وحاجات موجوده من الخمسينات والستينات والسبعينات. طيب ايه اللي جد دلوقتي؟ يعني ليه ايه اللي حصل دلوقتي خلى البوم بتاع الاي اي والكلام دوت؟ هنقول ثلاث حاجات بسرعه. اول حاجه بقى في افيلابل هاردوير يعمل الماثيماتيكال كومبيوتيشنز اللي محتاجينها علشان نابلاي الماثيماتيكال موديلز اللي موجوده من الخمسينات. يعني الكونسبت موجود بس ما كانش فيه هاردوير ولا فيه بروسيسنج باور تقدر تعمل الكلام ده. وهو دوت اللي موجود دلوقتي في الايه، في الجي بي يوز اللي موجوده الحديثه وفي الداتا سنترز الرهيبه زي بتاع الاكس اي اي والحاجات الماسيف ديت. تمام. فدلوقتي بقى معانا الهاردوير اللي نقدر نعمل بيه الاي اي والتريننج. تاني حاجة ودي حاجة مهمة جدا، بقى عندنا الماسيف داتا سيتس، بقى عندنا البيج داتا، عندنا داتا انف نقدر نعمل بيها تريننج. دي حاجة مهمة جدا. النيورال نتوركس اللي هنتكلم عليها دلوقتي محتاجة ماسيف داتا علشان تقدر تطلع انسايتس. ليه؟ الديب نيورال نتوركس اللي احنا بنستخدمها في اللي هو في الديب ليرنينج ديت اصلا ما فيهاش، انت ما بتقولهاش حاجة، هي بتطلع انسايتس من الداتا. فعلشان التريننج يشتغل بروبرلي محتاجه ماسيف سيت اوف داتا سيت ضخمه جدا جدا علشان تقدر تطلع بموديل يوسفول في الاخر. تمام. وتالت فاكتور بقى موجود دلوقتي. يعني معلش، اتفضل. دلوقتي انت قلت بس ان في حاجتين اساسيين بقوا موجودين دلوقتي، وفي حاجه بقى تالته في بس لسه ما كومبيتيشنال قلتهاش. باور، بالظبط. كومبيتيشنال باور كبيره، صح صح. وماسيف داتا سيت. وماسيف داتا دول بقى سيت متوفرين دلوقتي النهارده. اوكي. دلوقتي. وتالت الحاجه حاجه الثالثه. بقى معانا السوفت وير. بقى معانا السوفت اوكي. وير اللي يقدر يعمل تريننج موديلز دي. بقى عندنا التنسور فلو وعندنا الباي تورش، عندنا سوفت وير فريم وركس تقدر تستخدمها علشان تعمل بيها الاي اي موديلز. معانا الهاردوير ومعانا السوفت وير ومعانا الداتا سيت اللي نقدر نستخدمها علشان نعمل التريننج اللي احنا بنعمله از اوف ناو. تمام. طيب نرجع بقى تمام. لنقطة مهمة. زي ما قلنا الاي اي هو الامبريلا الكبيرة، هو الامبريلا اللي تحتيها الام ال والدي ال والجين اي اي كل الكلام دوت. الاي اي بيبتدي من اول ابسط
if then instructions، يعني لو انت كاتب برنامج وانت مديله instructions، لو كذا اعمل كذا، لو كذا اعمل كذا، ده يعتبر نوع من الارتفيشال انتليجنس. هو بيعمل decision making زي اللي انت بتعمله. تمام. دوت الاي اي. وطبعا تحتيه خلاص احنا قلنا الام ال والدي ال يعتبر جزء من الامبريلا الكبيره بتاعت الاي اي. طيب الادفانسمنت بقى بدات تحصل بقى حقيقي من امتى؟ من اول ظهور الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج فيه كلمه ايه؟ كلمه ليرنينج. كلمه ليرنينج دي كلمه مهمه اوكي. جدا. ليه؟ ليرنينج معناه ان في حاجه implicit، في حاجه ضمنيه مش explicit. الاي اي قبل الماشين ليرنينج كان explicit، كنت انت بتدي له انستراكشنز كتيره. عارف تخيل مثلا ايه؟ لو انت لعبه تيك توك الاكس او اللي هي البسيطه ديت، مم. هي دي حقيقي الايرلي فيرجنز منها ما فيهاش انتليجنس، يعني ما فيهاش ماشين ليرنينج ولا ديب ليرنينج ولا حاجه، كلها انستراكشنز. لو حط هو الاكس هنا انت حط الاو هنا، لو حط الاكس هنا هحط الاو هنا. ليه؟ هي اصلا اللعبه ذات نفسها كانت بسيطه. انا برضو يعني انا هطلع اوف توبيك كده شويه. في فيلم اتعمل علشان اول ما ديب مايند دي الشركه اللي جوجل عملت لها اكوزيشن، وعملوا اول مره يكسبوا ماستر من الماسترز اللي بيلعبوا لعبه جو. لو حد عارف لعبه جو، لعبه جو دي اللي هي شبه تشيكرز كده، لعبه صيني بتبقى ضخمه جدا اوكي. جدا جدا، وبيلعبوا كده. هي لعبه تعتبر حركاتها بسيطه جدا، تشيكرز ابيض واسود، بس المفروض ان كل واحد الشاطر يعني اللي يقدر يقفل تيريتوريز اكبر من الابوننت بتاعه. اللعبه تبان ان هي بسيطه، بس اللعبه دي فيري فيري كومبلكس، لدرجه ان ما كانوش ابدا ابدا متخيلين ان ينفع حاجه في الارتفيشال انتليجنس تكسب هيومن فيها. وفي 2016 تقريبا، 2016 لو انا ما غلطتش، اتعمل ماتش كده. الماتش دوت كان ما بين ديب مايند اللي هو البرنامج اللي عملوه ديب مايند، وما بين واحد انا مش فاكر كان اسمه ايه، سينج هونج تقريبا، واحد كوري. ده الناين. ده الناين ده اعلى حاجه، اعلى حاجه في الماسترز، عارفين زي في الكاراتيه كده، اوكي. يقول لك حزام ابيض ده واصفر ومش الشامبيون عارف بتاعك ده. الحاجات. اوكي. ده بص ليفل التنين. اوكي. الشاهد انت الراجل خسر. الراجل داخل، هي بتتلعب بتتلعب 5 راوندز. قال لك انا غالبا هكسب 5-0 4-1 اقل حاجه. الراجل من اول راوند خسر. الراجل ما بقاش مصدق. انا مش عاوز احرق لكم الفيلم، يعني الفيلم دوت عملوه دوكيومنتري واخد جوائز. الفيلم حقيقي يعني رهيب رهيب. نبقى نحطه ان شاء الله في الديسكريبشن اتفرجوا عليه يعني. مش عارف، بس هي دي اعتقد الشطرنج برضه نفس الكلام صح؟ يعني برضه شطرنج بس لا، لعبة كان. جو دي ليفل التنين، يعني لعبة جو دي اوكي. الشطرنج بالنسبة لها يعني ولا لا أي جديده، حاجة. ده معرفهاش دي. لا اه. لا، دي فظيعة، اه. دي فظيعة. والفيلم ذات نفسه الفيلم رهيب رهيب يعني. يعني نبقى نتفرج اوكي. عليه بقى إن شاء الله، يعني ممكن ننزل ان شاء السينما ولا الله. حاجة فيه. فشاهد إن 2016 وقت ما الماتش دوت حصل، دي بداية الهايب الرهيبة والاتنشن الكبير للماشين ليرنينج طبعا دوت كان معمول بالديب ليرنينج مش بالماشين ليرنينج يعني. طيب خلينا بقى احنا كده وصلنا بس لحتة. معلش ممكن اتفضل. اوقفك لحظه هنا. احنا كده بس عشان ايه نوحد الدنيا، انت كده بتقول ان في الاي اي الاي اي سبست الامبريلا منه، الكبيره. بالظبط. سبست منه الماشين ليرنينج. ماشين ليرنينج. تمام. تمام. اهم حاجه وتحتيه احنا الديب ليرنينج. صح، الماشين ليرنينج دي بدايه كلمه ليرنينج تظهر. اوكي. بدايه ان يبقى في حاجه امبليسيت، انا ما بديلوش انستراكشنز حقيقي، هو اللي بيتعلم. تعلم الاله مش بدات زي تتعلم. الكودينج كده، انا بقول له اف كذا اعمل كذا، اف كذا لا اعمل كذا. لا، انت بتديله دلوقتي في الماشين ليرنينج، بتديله statistical موديل. الاستاتستيكال موديل ده بيطلع باترنز مهم. من الداتا، بيقدر بيزد عليها يعمل عمليات زي الكلاسيفيكيشن، واخد بالك، زي السنتمنت اناليسيس. السنتمنت اناليسيس دوت اللي بيستخدموه في الماركتنج تمام. عشان يقدر انه يكلاسيفاي هل الكومنت دوت بوزيتيف او نيجاتيف او نيوترال او كده. تمام. طيب الماشين ليرنينج زي ما قلنا بيعتمد على statistical موديل، ما بيحتاجش داتا سيت كبيره قوي، وما بيحتاجش كومبيوتيشنال باور كبيره. تمام. ده كماشين ليرنينج. اهم حاجه فيه ان هو statistical موديل. ماشي. statistics في الاخر ببروبابيلتي معينه يطلع لك باكيورسي. انا مثلا بقول لك ان الكومنت دوت مثلا بوزيتيف باكيورسي مثلا او ببروبابيلتي مثلا 90%، مم. وانت تديسايد خلاص اكسبتابل مم. بالنسبه لك 90%، خلاص انت هتديكلير ان دوت ايه، بوزيتيف، وهكذا. دي حاجات بيستخدموها زي ما بقول لك كده في الماركتنج كامبينز،
ابسط تطبيق ليه موضوع اللي هو السبام فلترنج بتاع الايميلز بالماشين ليرنينج، برضه هو بيقدر يكلاسيفاي هل الايميل دوت سبام ولا نون سبام وهكذا. تمام. اوكي اوكي. يعني انا بتوقع ان الداتا دي شكلها ايه. يعني انا بكون اتدربت على حاجه، بعد كده بالظبط. بشوف داتا تانية خالص جديده عمري ما شفتها قبل كده، بالظبط. وانا اللي علمت نفس الرولز اللي على اساسها اقول هي الداتا دي هكلاسيفاي الداتا دي بيزد على ايه. مثلا بالظبط دي كده. زي ما انت بتقول كده، هو اسبام ايميل ولا مش اسبام؟ بالظبط. ده جود كومنت، نيوترال كومنت، بوزيتيف كومنت، او نيجاتيف كومنت. او اوكي. نيجاتيف كومنت. بالظبط بالظبط بالظبط. تمام. ده كده بدايه اللي هو الايه اوكي. موضوع الماشين ليرنينج. الديب ليرنينج بقى بياخد الماشين ليرنينج لليفل الوحش. الديب ليرنينج اللي بعده. بيعتمد على بالظبط بيعتمد على حاجه مش statistical موديل بقى، لا بيعتمد على حاجه اسمها الديب نيورال نتوركس. الديب نيورال نتوركس دي بكل بساطه هي محاوله من الارتفيشال انتليجنت انجينيرز ان هو يميمك او ييميتيت او يقلد اللي بيحصل في مخ الانسان. طبعا هي محاوله بسيطه، مخ الانسان اعقد بكتير جدا من الديب نيورال مم. نتوركس بيعملوه. بس اللي حصل ان هو انسبايرد بمخ الانسان، هم فكروا ازاي نقدر نعمل حاجه تفكر وتطلع انسايتس زي ما الانسان بيفكر. تمام. طيب خلينا بقى، احنا وصلنا كده دلوقتي للديب نيورال نتورك، خلينا بقى نشرح كده ايه ممتاز. بمثال كده بسيط. الديب نيورال نتوركس دي ايه الكومبوننتس بتاعتها وبتشتغل ازاي؟ طيب الديب نيورال نتوركس هي بتتكون من لايرز. تمام. هنا مثلا ده سيميليشن باسم عمله لنا علشان محب تيلكو بايتس بالعربي. عشان حاجه نقدر نسيميليت بيها الكونسبتس بتاعت الديب نيورال نتوركس. الديب نيورال نتوركس بتتكون من انبوت لاير. تمام. بتتكون من اوتبوت لاير وحاجه اسمها هيدن لايرز. جميل. اللي بيحصل في الديب نيورال نتورك ان انت بتدخل له الانبوت داتا، معمول لها حاجه اسمها فيكتور امبيدنج. الامبيدنج بكل بساطه انت حولت الداتا، سواء كانت صوره او تكست او ريفر او سبيتش او اي حاجه، بتحولها لارقام. الموديل في الاخر هو لازم يتعامل مع ارقام، زي ما قلنا هي مالتيبليكيشنز، ارقام بتتضرب في بعض وبيتعمل لها سميشن وبيتابلاي عليها فانكشنز معينه، فلازم يكون في ارقام في الموضوع. احنا مش هنتكلم ازاي الارقام دي بتتحول، لان هي في الاخر كل تايب اوف داتا وليه الطريقه. الارقام اللي هي الحاجات اللي فيها تكست ولارج لانجوج موديل والكلام ده بيحصل لها توكنايزيشن والكلام دوت. لو في صوره معينه هي بيكسلز بتتبريزنت مم. بالكالر كودنج بتاعها، لو هي ابيض واسود تبقى على سكيل من 0 ل 255 مثلا وهكذا. الشاهد ان احنا الديب نيورال نتورك في الاخر ليها انبوت داتا كارقام. جميل. بعد لما بندخل الارقام في الانبوت لاير بنحط ويتس ما بين الكونكشنز اللي ما بين النودز اللي في الانبوت لاير واول هيدن لاير. جميل. الويتس اوكي. ديت هي ارقام اربيتراري، هي راندوم، ارقام راندوم في الاخر. ده في اول فيز. يعني ما حدش بس يفتكر ان راندوم، ازاي راندوم؟ هو راندوم هيطلع حاجه؟ لا، ده بس في اول فيز، ده لسه تريننج ما يعتبرش بدأ. ده يعتبر كانه انيشياليزيشن للتريننج. بتدخل الداتا وبتحط ويتس ارقام راندوم، هي دي اللي مم. بتبين قوه علاقه النود ديت بالنودز اللي بعديها في الهيدن لايرز الايه اللي بعديها، الهيدن لاير الاولانيه والثانيه وهكذا. جميل. خلينا كده نران السيميليشن علشان نشوف يعني انا كده. بس اتفضل. دلوقتي عندي رقمين. يعني عندي حلو. الامبيدنج، يعني انا عندي تكست حولته لارقام. ده ده ارقام. اول ارقام عندي. بالظبط. وعندي ارقام تانية اسمها ويتس. ايوه، اسمها ويتس. ودي اللي بتحدد، ودي اللي في اول فيز بتبقى راندوم، يعني تاخد اي ارقام. تمام. صح. وبعد كده بيحصل لها تغيير او ابديت. بس في الاخر انا عايز صح. استهتم بحته ان انا عندي ايه. عندي رقمين، عندي رقم انبوت، صح. تكست انبوت. حولته، صوره حولتها، فيديو، سبيتش. وعندي ارقام بالظبط. تانية اسمها ويتس. ده كده بالظبط اللي كده. بدخله على الموديل. تمام. بالظبط تمام. كده. تمام. تعال نشوف مثلا اول ستيب هنا. اول ستيب هنا بتبين لنا ان انا دلوقتي في ويتس على الخطوط اللي هي الكونكشنز اللي رايحه للنودز اللي في مهم. هيدن لاير 1. اللي بيحصل ان الهيدن لاير 1 ديت الفاليوز بتاعت النودز بتاعتها بتتابديت بيزد على ان انا بضرب الويتس في الفاليوز اللي جات لي كانبوت وبعمل لها سميشن. خلينا نعتبر ان هي سميشن، يعني مش هنتكلم قوي على اوكي. موضوع الفانكشنز بقى اللي ايه اللي بتتابلاي عليها علشان ما نعقدش الموضوع. انبوت داتا اتضربت في ويتس، حصل سميشن للويتس ديت، يعني نضرب الويت في الرقم اللي جاي لنا من الانبوت ونعمل لها سميشن. تمام.
كده انت بتبوبوليت تمام. اول لاير. جميل. بعد كده تاني لاير نفس الطريقه، في كونكشنز ما بين هيدن لاير 1 مثلا وهيدن لاير 2. الكونكشنز ديت ليها ويتس برضه راندوم. اوكي، بنضرب الارقام بتاعه الويتس الراندوم دي في الفاليوز بتاعه النودز الهيدن لاير 1 ونبوبوليت الفاليوز مم. بتاعه هيدن لاير 2. جميل. تعالى نعمل نيكست. ده اللي حصل، الويتس في الارقام اوكي. سميشن نبوبوليت هيدن لاير 2 لغايه لما نوصل دلوقتي. احنا دلوقتي ده موديل بسيط جدا. خلاص اخر لاير هي الاوتبوت لاير بتاعتنا. تمام. جميل. عملنا برضو نفس الويتس اتضربت في الفاليوز سميشن، طلع لنا الاوتبوت. جميل. دي كده اللي احنا بنسميها ايه؟ الفورورد باس. انت دلوقتي انت جيت من الانبوت، عملت كالكوليشنز لغايه لما طلع الاوتبوت. بدأت تتحرك. طيب انت كل دوت ده كده اول iteration. انت دلوقتي انت ضربت ارقام راندوم، يعني ارقام انبوت في ويتس راندوم. طيب استفدنا ايه بقى؟ هو ده بقى البيوتي بتاع الايه؟ الديب نيورال نتورك. اللي هيحصل ان الداتا اللي انت دخلتها في الاول دي داتا ليبلد، انت عارف ايه الاكسبكتد اوتكم اصلا. هنا افترض مثلا حاجه زي السنتمنت اناليسيس كده مثلا بسيط، مع ان ده ممكن يتعمل بالماشين ليرنينج، بس هنفترض ان احنا عملناه بالديب نيورال نتورك علشان نبسط على نفسنا الدنيا. انت دخلت له كومنت في الاول، انت عارف ان هو بوزيتيف. تمام. طلع الاوتبوت ان هو نيجاتيف. ماشي. طيب مع كده معناه غلط. مثلا المفروض ان هو بوزيتيف يبقى 1، انت طلعت نيجاتيف ماينس 1. يبقى كده في حاجه اسمها كوست فانكشن، ان انت فرقت، انت بعيد عن الترو فاليو ب2. انت بعيد عن الترو فاليو اوكي. ب2. جميل. من ماينس 1 ل 1. انا كان المفروض ل1 اطلع 1 بس طلعت ماينس 1. اوكي. بالظبط بالظبط بالظبط. فانت كده بعيد اوكي. عن الفاليو الحقيقيه ب2. اوكي. ايه اللي بيحصل بقى هنا؟ بدايه التعلم بقى اللي بيحصل في الديب نيورال نتورك. احنا بنعمل بقى حاجه بنسميها الباك بروباجيشن. الباك بروباجيشن ان انا بمسك الكوست فانكشن ديت وبعمل ديريفاتيفز، ان انا ابديت الويتس بحيث ان انا اقوي الكونكشنز اللي المفروض تطلع فاليو بوزيتيف. انا المفروض ان انا عارف ان الفاليو اللي تطلع المفروض بوزيتيف. الكونكشنز اللي المفروض تكونتريبيوت للفاليو البوزيتيف اعلي الويتس بتاعتها، واللي كونتريبيوتنج للنيجاتيف اللي هي النتيجه الغلط اقلل الويتس بتاعتها. معايا في النقطه دي؟ يعني في تاني مره، او في يعني اللي انا بعمله الباك بروبيجيشن ده مهمته ايوه ان انا اصلح الغلط اللي حصل في الموديل، خلينا نسميه الغلط يعني اللي حصل في الموديل، تمام عشان لما اشوف الكومنت ده مره تانية ما اغلطش الغلطه واقول ان الكومنت ده نيجاتيف. لا، صح اقول الكومنت ده هو بوزيتيف. بالظبط. تمام. بس اللي يعني هو بيحصل دي برضو الفكره ايه؟ بتاعته ان انا اه بصلح الغلط. اوكي. صح، انا بصلح الغلط. بس على فكره انت الداتا اللي انت بتشوفها ديت مش هتشوفها تاني اتليست لغايه صح. لما الايبوك تخلص. يعني برضو الايبوك دي احنا برضو ايه الالتريشن دي يعني اسمها ايبوك. اوكي. لا، الاتريش الداتا سيت، الداتا سيت ذات نفسها بتتقسم باتشز. كل تمام. باتش بتعدي على الجي بي يو دي اسمها iteration. لما كل الداتا سيت تخلص دي كده اسمها ايبوك. ايبوك دي اللي هي حقبه، من كل الاي جي بيوز. تعتبر حقبه اوكي. بالظبط. اوكي. الحقبه اوكي. تخلص ندخل كل الداتا تاني من اول وجديد. ايبوك في ايبوك ممكن توصل الاف الايبوكس لغايه لما نوصل، لان احنا خلاص مش قادرين نانهانس الايرور اكتر من كده، بيساتوريت. يعني تخيل مثلا الايرور 100%، مم. قعد ينزل 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 لغايه لما وصل لليفل معين ما بيحصلوش انهانسمنت اكتر من كده. خلاص كده معناه ان التريننج مالوش لازمه، فانت بتوقف على كده. تمام. جميل. وكده انا متاكد الاكيرسي يعني الموديل اكيوريت بنسبه معينه مثلا 97%. بنسبه معينه الموديل بالظبط وده رقم كويس مثلا بالنسبه لي او اكسبتد بالنسبه لي، ما عنديش مشكله في بالظبط 3% دول. مش لازم بالظبط اوصل ل بالظبط. 100%. تمام. لان انت في الاخر انت بتعمل تريد اوف ما بين حاجه اسمها الاندر فيتنج والاوفر فيتنج. اندر فيتنج معناها ان ده موديل ضايع ما بيطلع جاربج، ما بيطلعش حاجه مفيده. الاوفر صح. فيتنج دوت انت وصلت لمرحله ان الموديل مش فاهم غير الداتا اللي هو ترند عليها. لو دخلت له اي داتا تانية مش هيطلع لك ريزلتس ليها لازمه، لازم تطلع له نفس من كتر الداتا اللي ما هو انت ترند عصرته يعني، من كتر ما انت فخلاص هو مش عصرته قادر يفكر. بالظبط. بقى صح. بايسد جدا توردز الداتا سيت اللي انت عملت له عليها تريننج. فده الفرق ما بين الاندر فيتنج والايه والاوفر فيتنج. جميل. خلينا نكمل كده السيميليشن. جميل. ماشي.
احنا هناخد بعد كده ستيب بعديها ان احنا خلاص حسبنا اللي هو الكوست فانكشن، وبعد كده الكوست فانكشن ديت هتبتدي تحصل الباك بروباجيشن ان احنا نابديت الويتس زي ما اتفقنا لاير باي لاير لاير باي لاير. جميل. الموضوع دوت بيسموه ايه؟ بيسموه حاجه بيسموها الجريدينت ديسنت. جميل. اوكي. في كلمتين هنا، جريدينت وديسنت. جريدينت معناه ايه؟ معناه ان في كالكولس، معناه ان في مشتقة ديريفاتيفز وحاجة. بتحصل. ماشي. صح. انا بقى مش عاوز بقى ندخل عشان الناس هتزعل بقى، هنقعد نقول تفاضل وتكامل الناس هتزعل، بس احنا ايه بكل بساطه في ديريفاتيفز، في كالكولس بتحصل، تمام، علشان نتاتش الويتس المهمه بالنسبه لنا من غير ما نضرب الموديل كله. ما انت خلي بالك برضو، انت ما ينفعش ان انت اعتباطا كده تقعد تابديت في الويتس اب اند داون، مش هتوصل لحاجه. لازم يبقى في حاجه ماثيماتيكال موديل بيجافرن الموضوع، بحيث ان انت في الاتريشنز اللي بعد كده الكوست الايرور بتاعك تقل في للاوفرول موديل، الكوست بتاعتك تقل للاوفرول يعني موديل. ما يعني انا من ينفعش الاخر لما بكون ابديت عاوز عنيف مرة واحدة يعني. بالظبط بالظبط. ودي بقى كلمه ايه حلوه بقى ابديت اوكي. عنيف دي بقى كلمه ايه؟ جريدينت. احنا قلنا اسمها جريدينت، اوكي. صح؟ ماشي. جريدينت ديسنت. يعني بسيط يعني. الجريدينت اوكي. دوت اللي هو موضوع الكلام. اوكي. الديسنت بقى ان انت لازم بتنزل كانك مم. بتنزل ستيب باي ستيب، ستيب باي ستيب. دي ليها مثال كده بسيط كده اوكي. جميل بتاع اللي هو ايه، بتاع الفوجي ماونتن. الفوجي ماونتن ده يقول لك ايه؟ يقول لك تخيل ان انت بتنزل من قمة جبل وانت مش شايف السفح، انت مش شايف نهاية الجبل. انت لو شايف نهاية الجبل خلاص هتقدر تدرس كل الستبس بتاعتك لغاية لما تنزل لتحت. لا، انت مش شايف غير خطوتين ثلاثة قدامك. فاللي بيحصل ايه؟ انت بتنزل بالراحة، بتنزل خطوة خطوة، كل خطوة خطوة خطوة، مش ما بتخشش بتبين لك خطوتين مرة خطوتين واحدة. ثلاثة قدامك بالظبط. كل خطوتين بيبينوا لك خطوتين ثلاثة ايه قدامك. وهو ده حقيقي الطريقة اللي بيحصل بيها التريننج. علشان كده التريننج بيحتاج اتريشنز وايبوكس كتيرة. ما ينفعش في ايبوك واحدة ولا اتنين ان انت توصل للفاينل موديل، لا، هي انهانسمنتس وتويكس وفاين تيونينج لكل ويت لغاية لما توصل للاوبتيمال موديل بتاعك. اوكي. اوكي. وطبعا على انا عارف حسب الداتا سيتس اللي الكلام جايه لي الكواليتي بتاعت الموديل بقت عامله ازاي. يعني هو لازم الداتا سيت نفسها تبقى حاجه محترمه، يعني حاجه تكون فيها طبعا طبعا somehow طبعا. ريليشن مع بعضهم. ما ينفعش تبقى حاجات دي جاربج دي عشان دي حاجه تطلع نقطة في الاخر مش مهمة. جاربج. يعني حتى احنا كنا بنتكلم ان في مسكونسبشن يقول لك مثلا شات جي بي تي 5 حصل له تريننج على كل الانترنت ديتا. ما فيش حاجة اسمها كل الانترنت ديتا دوت، هتلاقي مثلا 50% منها جاربج، ملوش معنى اصلا ان هو يتعلم عليها. صح. كلها هيت سبيتش، تويتات ملهاش اي لازمة. واخد بالك؟ حاجات بالطريقة دي. لازم الديتا اللي بيتعلم عليها الموديل تكون ليها كواليتي معينة. عشان كده تلاقي هم تركيزهم مثلا على الداتا بتاعت الويكيبيديا، بتاعت الفورums المحترمه زي ريدت مثلا والحاجات ديت وهكذا. اوكي. تمام. انا عارف موضوع الديب نيورال نتورك ده يعني هيزعل الناس مننا، بس يعني ايه، شر لابد منه، يعني لازم نشرح، لان دي برضه نقطه مهمه. النتورك اركتكت الشاطر او السيستم انجينير الشاطر لازم يفهم ايه الورك لودز اللي شغاله عنده وطبيعتها علشان يعرف يبني سيوتابل نتورك او سيوتابل سيستم ليها. يعني ما ينفعش الكاستمر يجي يقول لك كده ابني لي داتا سنتر ازاي، انا عندي ورك لودز، روح شيل الترافيك بتاعها. ما انت لازم تفهم الكاركترستكس بتاعتها، ولازم تعرف طبيعه الكوميونيكيشن ما بين الجي بي يوز، وايه التايب اوف داتا وحجم الداتا اللي هيحصل، وايه مدى السنسيتيفيتي بتاعت الداتا ديت، تمام، قبل ما تبني الداتا سنتر بتاعك. فهو ده اللي مخلينا بس يعني ايه بنشرح. وعلى فكره الشرح ده يعني ولا 1% من الديتيلز بتاعت الديب نيورال نتوركس. احنا بس كل ده بنشرحه علشان حاجة واحدة بس، الباك بروباجيشن. الباك بروباجيشن دوت دي داتا بتتابديت بيها الجي بي يوز، وبتتبادلها الجي بي يوز ما بينها وما بين بعضها في عملية اسمها الاور ريديوس. مش هنشرح تفاصيلها دلوقتي، دي هنخليها حلقة لوحدها. بس الداتا ديت تبادلها ما بين الجي بي يوز مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لأن الموديل بيكون لودد على كذا جي بي يو في نفس الوقت، وكل جي بي يو اخد باتش من الداتا سيت شغال عليه. هل ينفع ان كل جي بي يو يقعد يفكر بدماغه، كل واحد يسرح بدماغه؟ هو ده بالظبط لا، كل واحد بقى فايده لوحده. الاور ريديوس وفايده تبادل الداتا بتاعت الجريدينتس، ان كلهم يبقوا ان سينك، كلهم يتفقوا ان الاتريشن الجايه نعمل ادجستمنت للويتس بشكل معين، شكل يكون ان الاينمنت، شكل يخلي فيه هارموني
ما بين الجي بي يوز وبعضها. تمام. يعني في الاخر الجي بي يوز دي لازم تتكلم بعضها، يعني ايا كان دي مكانها فين في الداتا بالظبط، سنترز، لازم وايا يكون كان في الداتا سينك ما سيتس اللي هي بينها. شافتها لازم يكلموا بعض. بالظبط 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 بالظبط. فهم بيكلموا بعض تمام، ازاي؟ هو اوكي. مش بيكلموا بعض انه يقعد يقول له انت خلصت، لا انا ما خلصتش الكلام ده، لا. الحاجه اللي بتخلي الموديل ذات نفسه ان سينك ويوصلوا في الاخر ان كلهم يوصلوا لكومن كونسنسس كده، او اجماع يعني ما بينهم في الموديل وفي الويتس بتاعتهم، هو ان هم يشيروا مع بعض الجريدينت داتا ديت ما بينهم وبين بعضهم في العمليه اللي بنسميها الاور ريديوس. اوكي. طيب هي في رحت حاجه بس مني كنت دايما كنت ولا؟ بشوفها في شات جي بي تي. لا لا لا، تمام. كل حاجه اه، دايما بشوفها في شات جي بي تي هي فكره ايه. هو ده كام بارامترز؟ يعني دايما يقول لك شات جي بي تي ده 175 كذا مليار بارامتر، نقطه حلوه. وفي لايرز معينه. هي دي معناها البارامتر دي، هي معناها الدوائر اللي انت راسمها في السيميوليشن دي، لا ولا هي مش بتمثل الدوائر، ايه؟ الويتس. الويتس هي الارقام اللي المفروض ان الويتس، هي على اوكي. الخطوط. تمام. الدوائر تمام. الفاليوز اللي جواها دي ملهاش معنى اصلا ان انت تعمل لها ريتين. ليه؟ الدوائر دي بتتابديت اصلا في كل التريننج. يعني كل داتا بتخلص بتدخل يعني كانبوت للموديل بتاعك، بيحصل م- ابديتس، دي كالكوليشن، دي سميشن زي ما قلنا بتاعه الويتس ضرب الداتا الجديده اللي دخلت. فكل لما الداتا الجديده بتتغير، كل لما الفاليوز بتاعه الهيدن لايرز ديت والاوتبوت بتتغير. احنا ايه الحاجه اللي مهمه لينا في الاخر؟ هي الويتس. لما بنتكلم على الموديل وبنتكلم على فكره البارامترز، لما نيجي نقول 175 الف بارامتر والكلام دوت، بارامتر يعني ويت، ويت بلس 175 مليار. بايس. 175 مليار ويتس بلس بايس. بس احنا البايس برضو مش هنتكلم عليه لان هم اصلا عددهم بيبقى قليل اوكي. كومبيرد للويتس، ومش هيفرق معانا كتير في الايه في الشرح بتاع الموديل يعني. انما علشان اكيورسي، عشان لو في ماشين ليرنينج انجينير يعني بيسمعنا، انا بقول لك البارامتر بيساوي ويتس بلس بايسز. ارجوك ما اوكي. تقولناش اي حاجه اكتر من كده. ايوه بالظبط. ما هو تمام. بالظبط، هو الموضوع كومبليكيتد بما فيه الكفايه، فاحنا مش عاوزين نقعد نقول ايه. صح. احنا ما اتكلمناش مثلا على الاكتيفيشن فانكشنز يعني، فيعني خلينا احنا واقفين على كده. تمام، يبقى اوكي. خلينا نريكاب بس كده يعني فعلا سريعا. الهدف من ده، الهدف بس من ده ان هو فعلا الموديل تريننج ده حاجه عنيفه. يعني انت زي ما انت شايف ارقام عماله بتتضرب في بعضها في لايرز كتيره ورا بالظبط بعضها. عشان كده احنا بالظبط محتاجين جي بالظبط بي يو. يعني هو الجي بي يو في الاخر هو اللي بيضرب الارقام دي في بعضها، فعشان كده هو بالظبط محتاجين جي بي يو بالظبط في الجزئيه بالظبط دي. وبيحصل فورورد باص، بعد كده باك بروباجيشن. بالظبط فورورد ممكن بس باس. تقولي ريكاب تمام، سريع كده للموضوع ده كده، يعني لو تقولي مثلا حلو. يبقى جمله احنا واحده كده كده او. في 30 ثانيه انبوت داتا بتدخل، مهم. بتتضرب في ويتس، ماشي. بيحصل عليها سميشن تابديت الداتا بتاعت اللايرز لغايه لما توصل للاوتبوت. الاوتبوت الداتا ديت ليبلد، هو عارف الريزلت الصح كانت المفروض تبقى ايه. بيحسب حاجه مم. اسمها تمام. الكوست، بيزد على الكوست، بيابديت الويتس بيزد على الجريدينتس دي ان هو بيعمل كالكولس، بيعمل ديفرنشال ايكويشنز، يابديت الويتس اب اند داون، بيغير الفاليوز كانه بيعمل فاين تيونينج. كل دوت بالراجع. اوكي. فعشان كده بيسموها باك بروباجيشن. باك بروباجيشن، انت بتابديت الويتس ان لايت اوف الكوست فانكشن اللي انت ايه حسبتها. تمام. تمام. الموديل دوت يبان ان هو بسيط. احنا بنتكلم في ايه، في كام دلوقتي؟ 4 لايرز، منهم واحده انبوت واحده اوتبوت. طيب احب بقى اقول لك ان شات جي بي تي 3.5، عشان وقت ما يجريش بس مننا، بيتكلم في القديم ده. 175 مم. 175 مليار بارامتر، مليار ويت، 175 مليار كونكشن من اللي احنا ايه شايفينهم هنا. جميل. شات جي كل بي واحده، تي اوكي. مم. اتمرن على 500 مليار توكن. 500 مليار توكن، 500 مليار توكن دي احنا حسبناها تقريبا لقيناها اون افريج بتاع 20 تيرا بايت تقريبا من الداتا او حاجه زي كده. ده رقم مم. مهول، مم. رقم مم. مهول من التكست يعني. تمام. واخر حاجه شات جي بي تي 96 لاير، مش 4 لايرز، 96 لاير الدبس بتاعه. نقطه مهمه، كل لما الديب نيورال نتورك الدبس بتاعها يكبر، تمام، دي معناها انها بتكستراكت فيتشرز اكتر. الاكستراكشن بتاع الفيتشرز الاكتر هو ده اللي بيدي الفاليو بتاعت الديب نيورال نتوركس. كل لما اللايرز ديت تكتر، تمام، ده بيديها دبس اكتر، بيخليها تكستراكت فيتشرز بطريقه احسن وبطريقه اقوى. تفهم التكست افضل، يعني تفهم الانبوت اللي جاي لها.
يعني كل ما بتفهم بعديها كانها الكونتكست. فلترز مثلا. يعني مثلا اقدر اقول ان بالظبط. كل لاير كانها فلتر. انا فهمت مثلا. كذا في اول لاير، في اللاير بعدها فهمت اكتر بطريقه اعمق، اللي بالظبط بعدها اللي بعدها بالظبط لحد ما اوصل ل 96 لاير انا بقيت فاهم الجمله تماما. انت تقصد ايه؟ الكلمه اللي انت قلت، بالظبط الجمله اللي انت فاهم قلتها لي دي الكونتكست، انا بالظبط فاهم فاهم كل حاجه فيه. كونتكست كبير اه بالظبط. اه اه. مديله انت باراجرافين ثلاثه بيفهم الكونتكست دوت كله. هي دي قوه اوكي الديب تمام. نيورال نتوركس في الحته بتاعه الايه بتاعه ال ام. ممتاز ممتاز ممتاز. لا الدنيا بتوضح كده. تمام. موضوع تقيل انا عارف يعني، بس ايه اللي حابب يتبحر اكتر ان شاء الله هنحط لكم حبه فيديوهات يعني جميله في الموضوع. بس يعني اي هوب ان شاء الله باذن الله ان اللي اتشرح في ديب نيورال نتوركس دلوقتي sufficient للحلقات الجايه باذن الله. احنا الكونكلوجن من الموضوع دوت كله ان الموضوع فيه ماثيماتيكال كومبيوتيشنز رهيبه، وفي ماسيف اكستشينج للداتا ما بين الجي بي يوز. محتاج نتكلم بقى عليه اكتر في الحلقات الجايه، محتاج كاركترستكس معينه للداتا سنتر علشان ما تبقاش الداتا سنتر والنتورك هي البوتل نيك اللي يعطل الايه التريننج اللي احنا بنتكلم مم. فيه دوت. اللي انت بتتكلم فيه ده ممتاز. مستحيل يعني يكون في باكيت لوس خالص مثلا، او في اي حاجه تحصل مشكله يعني. ما هو ده بقى اللي احنا لا هنتكلم يعني بقى خلينا فيه الحالات الحلقات الجايه، الجايه. خلينا الحالات الجايه. مش عايز انا بس اللي انت بتشرحه ده مستحيل يعني. طيب يبقى احنا كده في الحلقة ديت اتكلمنا في توبكس كتيرة، يعني أنا عارف الحلقة دسمة شوية بس كان شر لابد منه يعني. اتكلمنا على ليه الجي بي يوز مش السي بي يوز. اتكلمنا على أهم وحدات القياس اللي احنا نستخدمها. اتكلمنا على ال AI وال ML وال DL والفروق ما بينهم، وان الاي اي هو الامبريلا الكبيره، والماشين ليرنينج والديب ليرنينج دي الحاجات الحديثه. والديب ليرنينج هو دوت البيز اللي بيعتمد عليه دلوقتي كل الحاجات الادفانسد اللي بنسمع عنها زي الايجنتك اي اي والجين اي اي وكل الكلام الكبير دوت. اتكلمنا طبعا برضو اهم حاجه فكره ازاي التريننج بيحصل وايه الامبليكيشنز بتاعت التريننج على الداتا سنتر ذات نفسها. وده اللي ان شاء الله هنemphasize عليه اكتر بقى في الحلقه الجايه باذن الله. طيب حلقة دسمة، نتمنى إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بيها بإذن الله، ونشوفكم إن شاء الله على خير الحلقة الجاية بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وتعبناك يا باسم في الموديل، جزاك الله كل خير. ان شاء الله. بص يلا هنزل لكم برضو اللينك ده، يعني لو حد عايز يجرب التريننج بنفسه، يعني نحاول بس نهنسي كده فيه شويه. صح بس ان شاء الله صح. كده نزل لكم برضو من ضمن الحلقات يعني. وفي إن حاجات كتيره شاء الله. برضو عايزين نعملها والله في موضوع الفيجواليزيشن ده، عشان الناس تبقى ايه، تربط الموضوع بموديل تريننج بالنتورك، ما يبقاش كل حاجه لوحدها يعني. فان إن شاء شاء الله الله تصلح بإذن حاجات الله إن شاء كويسه. الله. يلا نشوفكم على خير الحلقة الجاية بإذن الله. سلام. اشوفكم على خير.